احذفي كل طرق المشاوي اللي موجودة عندك، عشان النهاردة ان شاء الله هنقطع الفراخ بطريقة جديدة جدا جدا ممتازة. مش هتلاقي في الفرخة دم ولا كل مشاكل التسوية. وكمان هنعمل مع بعض خلطة بالطريقة الأمريكية، خلطة جميلة جدا جدا جدا. طعم المشاوي في حتة تانية خالص، كأنك أول مرة تاكلي مشاوي في حياتك. اول حاجه في الخلطه هنعمل خلطتين. الخلطه الاولانيه في الصينيه زي ما احنا شايفين كده، حطينا معلقه كبيره من زيت الزيتون، ومهم يكون زيت زيتون. بعد كده ده يعني حوالي معلقه، نص معلقه كبيره من حصل بان. ده عشبه جميله جدا جدا وبتدي طعم حاجه خرافه بجد. التتبيله دي روعه. وحوالي 3 وحدات من القرنفل، وكمان يعني حته صغيره كده من القرفه، القرفه العيدان، وكمان كام ورقه من ورق اللورا. كل الحاجات دي كده مع بعضها هنحط عليهم بقى حاجات بسيطه خالص اللي فاضله. وبعد كده التتبيله دي هركنها على جنب، وبعد كده هعمل تتبيله تانية مختلفه كمان غير دي. كده حطينا شويه فلفل احمر. الفلفل ده انا غسلاه ومنضفاه وحطاه في الفريزر. وهنعصر نص برتقانه، انا هحتاج برتقانه كامله. نص البرتقانه هحطه هنا، ونص التاني هحطه في الخلطه التانية. شوية البهارات البسيطة دي هتودي المشاوي في حتة تانية خالص بجد، كأنك بتاكلي مشاوي لأول مرة. ده غير ان احنا هنسوي الفراخ من غير فحم، ومن غير فرن، ومن غير اي تعب ولا مجهود بالذات في الحر ده. وفي نفس الوقت هتبقى الفراخ مشوية رهيبة بجد، هتنبهري بالطريقة. معانا كمان شوية بصل صغيرين، شوية بطاطس مقطعاهم صغير كده زي ما انت شايفة. نغسل البطاطس كويس ونرش عليها رشة ملح ونحطها على طول. حوالي يعني البطاطس دي براحتك بقى حسب ما انت عايزه. نقلب كده الخضار بتاعنا في البهارات بتاعتنا. وتعالوا بقى نعمل الفرخه، نقطعها بطريقه جميله جدا وجديده. بس قبل ما نقطع الفرخه هنعمل لها التتبيله بتاعتها. تتبيله الفرخه معانا برضو معلقه واحده كده من الزيت، معلقه كبيره من زيت الزيتون. هنحط عليها كوبايه من الزبادي، معلقه من العسل الابيض، معلقه كبيره. كل ما نحط مكون لازم نقلبه مع المكونات اللي هنحطها. معلقه كوبايه زبادي كده كويسه، يعني ده زبادي بيتي. طبعا الزبادي بيدي طراوه يعني جميله جدا للمشاوي. ميكس البهارات اللي هنحطها هنا مع البهارات اللي حطيناها في الصينيه هيطلع لك نكهه مميزه. اول مره تجربيها هتدمني الفراخ بالطريقه دي بصراحه، والمشاوي كلها عامه. حط كمان نص البرتقانه، احنا خدنا من البرتقانه دي نصها هناك، وهناخد النص التاني هنا. شيلي البذر اللي فيها، بعصرها زي الليمونه كده. احنا طبعا في الصيف فالبرتقال الموجود كله برتقان البلدي، وهو اصلا ما ينفعش الوصفه دي غير البرتقان البلدي. انا بستبدله مكان الليمون، لان انا بصراحه ما بستصاغش طعم الليمون في الوصفات ابدا، بالذات اللحوم. مش متعوده على ليمون في اللحوم. احنا كده تقريبا كل المصريين كده يعني مش متعودين على الليمون على اللحوم. فانا بستبدله بالبرتقان لانه جميل جدا. احط بقى معلقه من البهارات السبعه، معلقة كركم، معلقة بابريكا، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ لو انت عايزة، اللي هي بتبقى بتاعة المشاوي. توم باودر، زنجبيل باودر، بصل باودر، كلها كده تعتبر. ودي بقى يعني نص معلقة صغيرة من البهارات بتاعة الفراخ. المعلقة تعتبر يعني مثلا نص معلقة كبيرة، اللي انا بحطها المعلقة اللي هي الصغيرة دي مليانة، يعني نص معلقة كبيرة. وزودت تاني معلقة بابريكا، لان مهم جدا البابريكا تكون زيادة في الصوص ده.
هركن بقى الصوص ده على جنب، وتعالوا بقى اما نقطع الفرخة مع بعض بطريقة جميلة جدا. مش هتلاقي فيها اي مشاكل تاني، ولا دم ولا اي حاجة، ولا الفراخ تبقى معاكي مش مستوية. هتشوفي احلى فراخ. اول حاجة بنمسك الفرخة زي ما انتوا شايفين كده، ونجيب سكينة حامية ونقطع الجزء اللي في الصدر ده. انا مش هجري المقطع علشان تبقي عارفة الطريقة دي على فكرة هتعتمديها بعد كده في تقطيع الفراخ للمشاوي. بعد كده بقى بنبدأ نكسر العظم ده كويس جدا، ونكسر المفصل اللي في الحتة دي، والمفصل التاني تحسيه قدامك كده ان هو انكسر خالص، ونكسر برضو العظم دوت. تمام كده. هنبدأ بقى في الشغل بجد، اللي هو هيفرق قوي عن اي شغل تاني. بنيجي عند الجناح كده وناخد الجناح زي ما انت شايفين كده، ونفصله لحد ما نطلع المفصل. بكده انت بتضمني انه مش هيكون في دم ابدا في الفراخ بتاعتك المشوية، ولا اي مشاكل. وهقولك كمان على طريقتين للشوي هيعجبوكي جدا. بصي شايفاه، بناخد بقى الجناح كده لحد ما نوصل للمفصل بتاعه. تمام. بشيل بقى اللي هي الاطراف بتاعه الجناحه ديت، مش محتاجينها. كده خلصنا الجناحات. هنبدأ بقى في الصدر. والصدر بقى دي اهم خطوة على فكرة. مش هتلاقي الصدر يبقى كتير ولا فيه مشاكل، بس انا شايفة ان في حاجات صفرة كده بتبقى على جلد الفراخ لازم اشيلها. طبعا الفرخة مغسولة كويس جدا ومتنضفة. ما بغسلش الفراخ ابدا بخل. بصي الصدر بنقسمه كأنك بتقسميه بالظبط نصين، وبعد كده بتشرحيه من جوه. شايفة كده؟ تمام. الناحية التانية برضو بالسكينة، وكأنك بتقسمي الصدر نصين بس مش للآخر. هنقسمه ونسيب الجزء، ما نسيبهم ماسكين في بعض. شايفة كده؟ ومن جوه هنشرحهم برضو علشان يقبلوا معانا التتبيلة بتاعتنا اللي احنا مجهزينها. الأجنحة دي عايزاها تبقى قصاد بعض كده. ايوه كده، عشان تبقى الفرخة كأنها مربعة كده. هنيجي بقى على الفخدة او الورك، وهنبدأ نفصل اولا، نقطع المفصل اللي هو بين الدبوسة وبين الفخدة. ده لازم نفتحه. ايوه ده برضو عشان ما يكونش فيه دم ابدا. بس انا كنت المفروض اقلب الفرخة يعني. هقلبها كده. ايوه. نقطع بقى المفصل، بس مش للاخر يعني، هنخليه برضو ماسك في بعضه. بس انا هقطع افصل المفصل علشان خاطر في عظمة جوه في الفخدة اسمها المدفونة. العظمة دي لازم نشيلها علشان تاخدي لحمة مستوية وتاخدي فراخ تحفة. عمرك ما يعني بجد الطريقة دي هتعتمديها على طول لتنظيف الفراخ لتقطيع الفراخ للشوي. والتتبيلة كمان خرافية حقيقي يعني. الطريقة سهلة وجميلة والطعم خطير. وجربي الوصفة دي وجربي المكونات دي، واعملي لي لايك كده حلو زيك. وان شاء الله باذن الله في كذا طريقه كمان هنعمل مع بعض طول الفتره اللي جايه. مشاوي باذن الله هتعجبكم جدا. انا هفضل لحد ما اطلع العظمه اللي هي بتاعه الفخده. مهم جدا العظمه دي ما تكونش في الفرخه وهي بتتشوي، علشان ما بتخلي اللحمه بتاعتها مش مستويه، وبيبقى بتعمل مشاكل وبيبقى فيها دم، وبتخلي الفراخ تتحرق. فالطريقه دي بقى بجد هتخلي الفراخ تتشوي بمنتهى البساطه. كده هنطلع العظمه دي. مش محتاجه سكينه، اول ما بتكسريها كده هتخرج معاكي على طول
ونسلكها. بس مهم قوي العظمه دي تخرج. وبرده الناحيه التانية نفس الحكايه. نطلع المفصل نشوف مكان العظمه فين ونطلعها. مادام قطعتي المفصل كده بتطلع معاكي بسهوله، بس ما بقطعش للاخر. اول ما بنخلي اللحمه عنها كده ونكسرها خلاص بتطلع معانا. بس كده تمام قوي. هنبدأ بقى نتبلها على الجهتين، من اليمة دي ومن اليمة التانية، وهنجهز الصينية ونحطها فيها مع بعض. هقولك بقى على طريقتين للتسوية. طريقة لو الدنيا حر عندك مش عايزة تشغلي الفرن او مش عايزة تستخدمي شواية او فحم، طريقة سهلة جدا جدا من غير فرن ولا شواية ولا فحم. وطريقة تانية برضو بالطريقة التقليدية، يعني انت بالطريقة دي هتبقى عندك فرخة جاهزة جدا وحلوة جدا للشوي، وجميلة، مش هتبقى فيها جزء ناشف ولا جزء تخين ولا اي حاجة. برضو هنشرح هنا الاجزاء بتاعت الافخاد دي علشان ايه تتشرب معانا من التتبيل. الفرخة دي وزنها حوالي 2 كيلو الا ربع. هنجيب بقى عليها التتبيله بتاعتها ونحطها عليها اللي احنا جهزناها مع بعض من شويه، ونبدا ننزل بيها بقى. التتبيله دي جميله جدا، بتخلي الفراخ اللحمه نفسها طريه كده وجوسي وجميله، ما تبقاش ناشفه معاكي ابدا. بالنسبه بقى لطريقه التسويه، هتكلم على طريقه التسويه واحنا بنجهز التتبيله دي. انا عندي طريقتين للتسويه. الطريقه التقليديه ان انت تحطيها في الفرن في صينيه، او ان انت تحطيها على الفحم. انا بقى الجو عندي حر، مش هستخدم ولا فرن ولا فحم ولا اي حاجه. هحطها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، طبعا نتبلها على الجهتين، وهحط معاها الخضار اللي احنا حطيناه اللي انتوا شفتوه معانا بالبهارات بتاعته بكل الحاجات اللي احنا حطيناها عليه، وهقفله كويس واحطه على البوتاجاز من فوق. الطريقه التانية ان انت تعملي نفس الحكايه دي وتحطيه جوه الفرن، يعني في الصينيه كده مع شويه خضار. حابه تحطي خضار ماشي، مش حابه وتخليها فراخ بس مفيش مشكله. نقفلها بفويل ونحطها جوه الفرن، تقعد حوالي ساعه كامله. بعد كده بنخرجها من الفرن ونكون مجهزين الفحم ونحطها على الفحم، بتاخد صدمه. دي الطريقه الامريكيه الاصليه، ان انت بتسويها كويس تسويه كامله، ناقص حاجات بسيطة خالص في الفرن من غير ولا نقطة مية. طبعا هي نفسها بتنزل ميتها وبيبقى فيها المية بتاعتها دي. بقية الحوايج بتاعتها الكبدة والقناصة وكده برضو هدهنهم من نفس البهارات واحطهم. لما لو انت هتغطيها كده وتحطيها في الفرن وتسيبيها تستوي لمدة ساعة كاملة بالظبط، ده بالنسبة للفراخ. لو لحمة هتحطيها ساعة وربع. بعد كده بتطلعيها وتحطيها على الفحم، بتاخد صدمة بس كده على الفحم وبتبقى ممتازة جدا. الطريقة دي رهيبة وجميلة جدا. بس انا عشان يعني ما عنديش فحم دلوقتي، وكمان الجو حر قوي ان انا اولع فحم فيه، فانا هعمل ايه؟ هحطها زي ما هي كده زي ما انت شايفة بالخضار بكل السوائل اللي فيها دي، ما حطيناش مية نهائي، يعني الفراخ هيبقى طعمها مشوي مشوي. هقفلها، اجيب ورق زبدة وابله بمية واحطه عليها. ده ورق زبدة وبليناه مية كده وحطيناه عليها، وهقفل عليه بورق فويل واحطها على البوتاجاز من فوق لمدة ربع ساعة على اعلى حاجة. بعد كده ابقى احطها وسط
لمدة ربع ساعة تانية، وبعد كده نص ساعة كاملة على نار هادية خالص، كل ده على البوتاجاز من فوق. بعد ما تستوي معايا هكشف بقى كل دوت، وشلت الخضار في لوحده، ودي فضلت الصينية ما شاء الله الفراخ استوت بعد ساعة كاملة، ربع ساعة على العالي وربع ساعة على المتوسط ونص ساعة على الهادي، بتاخدي التسوية ممتازة. جهزنا بقى الحاجات اللي هندهن بيها الوش، ده عبارة عن بابريكا، بهارات السبع او اي بهارات بتحبي طعمها في المشاوي، ومعلقتين او معلقة واحدة من زيت الزيتون، وهندهن كده بالفرشة، بيدي لون حلو وريحة وطعم حلو جدا للحاجات المشوية. وهدخلها تحت الشواية تاخد تحمر كويس قوي، وبعد كده هطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه بالظبط كأنها مشوية. لا استخدمت انا فحم، يعني ما شويتهاش على الفحم ولا شويتها في الفرن ولا شغلت الفرن خالص، هي الشواية ربع ساعة وخلاص، وكله مستوي على البوتاجاز من فوق. ده الخضار رجعته عليها تاني عشان يتشوي معاها تحت الشواية. الخضار اللي معاها عبارة عن بصل وكان طماطم وفلفل الوان او فلفل احمر، بصل صغير وبطاطس مقطعاها كده قطع صغيرة زي ما عملناها في الاول. حبة الخضار دول بيبقوا احلى من الفراخ على فكرة، مش عايزاهم خلاص مفيش مشكلة، بس الطريقة دي هتعتمديها ان شاء الله بعد كده على طول، تقدري تشوي كل يوم في عز الحر من غير ما تتعبي. كده بعد ما خرجت من تحت الشواية اخدت حوالي ربع ساعة، البطاطس بقى مشوية وخرافة، طعمها خطير جدا. عشان تديها طعم الفحم هنجيب فحماية ونولعها وهنحط عليها شوية زيت وهنغطي عليها وهنسيبها حوالي ربع ساعة و10 دقايق لحد لما تاخد طعم وريحة المشوي بالظبط. هنقدمها مع بعض دلوقتي وهوريكي قد ايه مستوية من جوه، مفيش فيها اي بصي يعني التسوية well done زي ما بيقولوا، very good، يعني اعلى تسوية ممكن تاخديها، مفيش دم مفيش اي حاجة فيها تضايقك. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انت جربيها وهتعجبك. انت كده خدتي مميزات اللحمه المستويه وفي نفس الوقت المشويه. نغطي عليها كده ونكتمها كويس قوي بالفويل ونسيبها 10 دقايق. عملت جنبيها بقى شويه رز بالشعريه حلوه جدا وهنقدمها مع بعض دلوقتي. الخضار اللي حواليها دوت انا هحطه في طبق واخد الصوص اللي فيه جميل جدا. بصي بقى جميله الريحه بقى مش عايزه اقولك، والطعم، والفراخ دايبه كده مستويه كامله قوي، يعني دي تنفعك في العيد بقى، مش عايزه اقولك قد ايه تبقى جميله جدا. نحاول نشيلها كده مع بعض بالراحه لان هي خلاص مستويه قوي. انا شلتها حطيت في الطبق دوت الرز بالشعريه اللي انا عاملاه. تعالوا بقى علشان نشوف الفراخ دي عامله ازاي من جوه كده، ونقطع منها حته ونشوف. شايفين المفاصل بقى، الاماكن اللي فيها المفاصل، شايفين من عند العظم كده مفيش بقى دم ولا اي حاجه، واللحمه دايبه مش مستويه وفي نفس الوقت مشويه، ما جاتش عليها ميه خالص، ما سلقناهاش ولا اي حاجه، احنا سويناها بطريقه بعيد عن الحر بعيد عن الدخان وكل حاجه، وفي نفس الوقت خدنا طعم المشوي. اي مكان كده من الاماكن اللي ما كانتش بتبقى مستويه معاكي هتشوفيها هتبقى عامله ازاي. ده لوحده كوم تاني غير التتبيله، غير التتبيله بجد تحفه تحفه تحفه، كانك بتاكلي مشاوي لاول مره في حياتك، احلى من المندي واحلى من اي مشاوي ممكن تكوني جربتيها قبل كده. ده بقى الخضار جهزته كده حطيته في طبق مع الصوص بتاعه وهيبقى جميل جدا. تقدري تعملي بقى شويه سلطه، ممكن تاكليه بعيش، ممكن تاكليه مع رز، بألف هنا وشفا. طريقة جميلة جدا وهتعتمديها، جربيها. اولا بهارات جميلة وطريقة التقطيع حلوة جدا. متنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.